قاعد بلعب روبلوكس وفجأة لفت انتباهي ماب غريب. ماب محدش اتكلم عنه قبل كده. قلت في نفسي أجربه، هو أنا خسران حاجة؟ المفاجأة الماب ده مش بس لعبة، ده رحلة جوه دماغ شخصية وسط أحلام وكوابيس وعالم مش هتشوفه قبل كده. فمن غير كلام زايد، يلا نبدأ. بيبدأ الماب وأول حاجة بتظهر لنا السنة 2030، ومن هنا اللعبة بتبدأ تعرض لنا حياة الشخصية. حياة عادية جدا مملة ومتكررة. الشخصية شغالة عامل غسيل صحون، بترجع بيتها تنام تصحى ترجع الشغل كل يوم شبه اللي قبله. والروتين ده مكمل 10 سنين كاملة حرفيا لحد ما يجي اليوم اللي كل فيه حاجة تتغير. واحنا قاعدين قدام التلفزيون بيطلع اعلان غريب جدا عن حبوب الاحلام. والاعلان ده بيقول: هل تريد الهروب من الواقع والاختفاء داخل احلامك الى الابد؟ وطبعا نقدر نتخيل اللي حصل بعد كده. الشخصية بتطلب الحبوب، وقبل ما توصل للحبوب بتقرر تكسر الروتين بأي طريقة. في الشغل نكسر الإطباق عن قصد ونطرد ونطلع من المكان، والشخصية بتحس بطاقة بسيطة بس مش مصدقة إنها فعلا خرجت من السجن اللي كانت فيه لمدة 10 سنين. نرجع البيت والبيت حالته مزرية زي نفسية الشخصية بالظبط. ننام وفجأة جرس الباب يرن، نفتح ونلاقي الطرد حبوب الأحلام. الشخصية ما بترددش لحظة وبتاخد الحبوب وتنام بعدها. ومن هنا ندخل أول حلم. مكان غريب هادي أقرب لحكاية الدريم كور، ومن كلام الشخصية تحس إن الأحلام دي جاية من عقلها، أفكارها من ماضيها. بس لسه ما كنتش متأكد 100% من الكلام ده. نكمل ونلاقي كمبيوتر ونفهم إن إحنا لازم نفعل 20 كمبيوتر عشان ننتقل للحلم الجديد. نخلصهم والشخصية تقول إن هي عارفة هي رايحة فين، وهنا أنا اتأكدت إن الأحلام دي فعلا جاية من أفكار الشخصية. ننتقل للحلم التاني ومكان شكله زي الحضانة، وده مش حلم قد ما هو ماضي للشخصية. والسؤال هنا هو ليه بيرجع يشوف الماضي؟ يمكن لأن دي كانت آخر فترة في حياته كان فيها سعيد بجد، قبل الشغل قبل الروتين قبل ما يحس إنه محبوس. الشخصية مش بترجع للماضي عشان تصلحه، هو راجع يستخبى فيه. نستكشف المكان ونعرف إن إحنا لازم نخلي الوقت يمشي، وندور ونلاقي على ساعة في المطبخ نعدل الوقت والحضانة تشتغل وترجع فصل والحصة بتبدأ. ونقابل ميسي لطيفة وهادية تسألنا عن أحلامنا، فنقول إن إحنا عايزين نسافر العالم كله، وفجأة تظهر جملة: لماذا قلت هذا؟ كأن الشخصية بتعاتب نفسها. الحصة بتخلص نكرر نفس اللي عملناه، بس المرة دي يظهر وحش جديد، رجل بالغ. والساعات اللي كانت ساعة واحدة بقوا ساعات كتير، نعدلهم كلهم والحصة التانية بتبدأ. وميسي بتتكلم عن الفن ونرسم رسمة وندخل جواها ونمشي ونمشي لحد ما نصحى ونفهم إن الحصة التانية خلصت والمفروض نمشي، بس لأ، الكوابيس لسه هتبدأ. نقابل وحوش جديدة أطفال ولازم نعدي من غير ما نلمسهم، وده بيوضح إن الشخصية كانت وحيدة انطوائية ومش قادرة تتعامل مع الناس. نعدي وننتقل لمساحة جديدة زي مكان التحميل، كأن الحلم الأساسي لسه بيتكون. نجمع قطع على الحلم الأساسي وبعدها ندخل الحلم الجديد، مكان شبه المجاري أو المصانع. ومن كلام الشخصية نفهم إن الوحوش دي هي كوابيسها، ويمكن كمان آثار جانبية للحبوب. نكمل لحد ما نلاقي فصل وفي شخص نقرب منه يطلع وحش جديد. لازم نعدي من غير ما نلمسه ومن غير ما نجري عشان هو أسرع مننا. نوصل للخروج بس محتاجين 12 عملة ونجمعهم والوحش يظهر وفجأة نختفي. ونظهر في الحلم الجديد مكان هادي مفيش وحوش مفيش كوابيس. نشوف المدينة في الآخر، مكان كان هادي مفيش وحوش، لكن الرحلة نفسها كانت كابوس حقيقي. الماب ده مش مجرد لعبة، ده مجرد تجربة نفسية ممتعة وجديدة، جمعت ما بين التريم كور وروح روبلوكس. ولو النسخة الكاملة نزلت أكيد هنعرف نكمل القصة ونشوف إيه اللي حصل بعد كده. ولو عجبتك الرحلة دي ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، وأشوفكم في الفيديو الجاي. كان معكم ميدو، ومع السلامة.